خبز البيجل بمكونات صحيه. الوصفه دي كانت طالعه ترند، بس انا عملتها بالشوفان ونسبه بسيطه جدا من القمح. الرغيف طبعا هيطلع معاكم تحفه جدا، بس انتوا تقدروا تقللوا حجم الرغيف عن كده. انتوا عارفين الفتره دي انا مش باكل عيش، فما اهتمتش الصراحه لحجمه. هيطلع معاكم مستوي وطري من غير ما تعجنوا ولا تعملوا اي حاجه. خد بالكم الوصفه دي اللي هيفرح بيها اكتر الاطفال. يعني انتوا لو اطفالكم عندهم مقاومه انسولين تقدروا تعملوا لهم الوصفه دي، هتشبعهم فتره طويله في المدرسه. يعني رغيف واحد نفس الحجم هيشبعهم جدا، وكمان هيبقى حلو جدا مع وصفات اللحوم زي البرجر. يلا نشوف الطريقه. كوبايه من دقيق القمح على دقيق الشوفان، عليهم ذره ملح، وعليهم معلقتين صغيرين من بذور الكتان المطحون. خدوا بالكم ان بذور الكتان في الوصفه اصلا اختياري. حط ربع معلقه من الخميره الفوريه، وهعجن العجينه بربع كوبايه لبن. طبعا اللبن ملوش مقدار لحد بس ما تتلم العجينه زي ما انتم شايفين كده. انا حطيت عليها شويه من السمسم وحبه البركه وشويه من الشوفان الحبه الكامله. هي العجينه بتبقى بالشكل ده. هنلمها بس ونعمل عجين شويه ميه كده، يعني نمسح ايدينا بميه ونلم العجين ونحطها في طبق. نسيبها طبعا تتخمر لمده ساعتين او ساعه ونص على الاقل في مكان دافي. بعد الساعتين شايفين ما شاء الله بقت حلوه جدا، بس هي طبعا مش بتبقى ناعمه قوي الملمس العجين لان هي من غير دهون خالص. هنحط بقى عليها شويه دقيق عشان ما تلزقش في ايدينا، وهنلمها زي العيش الكايزر كده بالظبط. هو المفروض ان الكوبايتين يطلعوا معانا رغيفين، بس انا عملتها على رغيف واحد اختصارا للوقت. هي الفكره بس في الطريقه، انا كده كده مش باكل عيش الفتره دي. وجبت بقى الطاجن حطيته فيه شويه دقيق طبعا عشان خاطر ما تلزقش، وسبتها يتضاعف حجمها كمان نص ساعه برده في مكان دافي. بعد نص ساعه ما شاء الله هو اتضاعف حجمها. انا كنت طبعا مسخنه الفرن على درجه حراره 180 لمده 5 دقايق. دهنت الوش باللبن وحطيت شويه سمسم وشويه حبه البركه وشويه بذور القرع. ولو مش عايزين تستخدموا لبن على الوش ممكن تستخدموا ميه. هي الفكره بس عشان البذور والحاجات اللي احنا حطيناها على الوش دي تمسك. لو انتوا مش عايزين تستخدموا في العيش لبن خالص تقدروا تعجنوا بميه عادي، بس لازم لما تيجوا تسووا العيش في الفرن لازم تسووه على بخار. يعني هتحطوا الصاجه السودا بتاعه البوتاجاز فيها ميه، او تحطوا حله تحتيها، او مثلا صينيه فيها ميه سخنه تكون بتغلي جوه تعمل بخار وتسوي العيش عشان يطلع طري من جوه. واول بقى ما العيش يطلع من الفرن لازم نغطيه لحد ما يبرد تماما عشان يفضل طري. وبس كده، صحتين وهنا.